لماذا ينجح نظام الطيبات في إيقاف الالتهابات وعلاج الأمراض المزمنة؟ سؤال يطرح نفسه. إلى كل من يسأل عن المنطق العلمي لنظام الدكتور ضياء العوضي رحمه الله، ولماذا تتماثل الحالات للشفاء بعد سنوات من المعاناة مع الأدوية والأمراض؟ إليكم التفاصيل. قاعدة رقم 1: إطفاء الحريق الالتهابي. الأمراض المزمنة هي في الحقيقة حالة التهابات مستمرة في الجسم. النظام يعمل على إزالة مسببات هذه الالتهابات من جذورها: البقوليات، الألياف الخشنة، الزيوت النباتية، الدجاج والبيض. عندما تتوقف عن إدخال المحفزات، يبدأ الجسم تلقائيا في خفض إنتاج البروتينات الالتهابية. 2. السكر كوقود للترميم وليس عدو. الخلايا الملتهبة أو المريضة تعاني من نقص طاقة حاد. توفر السكريات البسيطة: عسل، تمر، سكر، فاكهة، طاقة فورية للميتوكوندريا، مصانع الطاقة في الخلية، دون إجهاد استقلالي. هذا يسمح للجسم ببدء عمليات الإصلاح الخلوي فورا، بدلا من استهلاك طاقته في تفكيك الأطعمة المعقدة. 3. استعادة سلامة الأمعاء. الحصن الصناعي. الأمعاء هي موطن 70% من جهازك المناعي. الألياف الخشنة تعمل مثل الصنفرة التي تجرح الأمعاء وتسبب ارتشاح الأمعاء. نظام الطيبات يعتمد على الأرز والبطاطس والخبز الأسمر كامل الحبة، لأنها أطعمة ناعمة وامتصاصها كامل، مما يغلق الثغرات المعوية ويمنع تسلل السموم لمجرى الدم، وهو السبب الرئيسي وراء توقف الهجمات المناعية والآلام المزمنة. 4. لغز الدجاج والبيض والالتهابات. البيض يحتوي على مثبطات أنزيمية وبروتينات معقدة يصعب على الجسم المريض كسرها، مما يؤدي لرد فعل مناعي عنيف. الدجاج غني بأحماض أوميجا 6 والإرشتونيك التي تحفز مسارات الآلام والالتهاب في الجسم. استبدالها باللحوم الحمراء مثل الضأن والبقر يوفر دهونا مشبعة مستقرة تدعم جدران الخلايا ولا تتأكسد بسهولة. 5. الدهون الحيوانية. بنزين الهرمونات مثل السمن والزبدة والقشطة ليست مجرد طاقة، بل هي المادة الخام لتصنيع الهرمونات وتغليف الأعصاب. النظام يحول الجسم من حالة الالتهابات والصداع الناتجة عن الزيوت النباتية إلى حالة الترميم والليونة بفضل الدهون الطبيعية. 6. المعادن النادرة والشفاء. التمر وقصب السكر والفاكهة توفر البوتاسيوم والمغنيسيوم بتركيزات عالية، وهي ضرورية لعمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم التي تنظم ضغط الخلية وتخلصها من السموم والفضلات الحمضية الناتجة عن المرض. الخلاصة: نظام الطيبات لا يعالج المرض بالمعنى التقليدي، بل هو بروتوكول إخلاء لكل ما يرهق الجسم. عندما ترفع الحمل عن الجهاز الهضمي والمناعي، يمتلك الجسم القدرة الفطرية التي أودع الله فيه لترميم نفسه بنفسه والعودة لحالة التوازن الطبيعي. النتائج التي نراها من اختفاء الآلام وتحسن وظائف الكبد والكلى وانخفاض مؤشرات الالتهاب في الدم هي الدليل الحقيقي الذي يتجاوز كل النظريات التقليدية. نظام الطيبات، الدكتور ضياء العوضي.